بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وسلام يا رب. النهارده بقى هنعمل المخبوزات القطنية الهشة الجميلة الطرية اللي انتوا شايفينها دي، وهنعملها بثلاث اشكال: شكل الترسة اللي انتوا شفتوها في الاول، وشكل الوردة والوردة المقلوبة. هنسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. عندنا هنا هنعمل بكيلو دقيق، وعندنا نص كوباية زيت ومعلقتين سمنة. هنقلب كل المقدار ده على بعضه ورشة ملح لحد السمنة ما تتبس هي والزيت مع الدقيق، والدقيق ما يكونش باين خالص اهو، هيتلم كله كده مع بعضيه. وبعد كده هنضيف معلقتين خميرة ومعلقة سكر مدوباهم مع بعض وكوباية مية دافية. هدلق الأولانية دي كده، وبعد كده عندي هقلب المقدار ده، وعندي كوباية لبن برضو هضيفها على المقدار ده اهو، كوباية لبن. يبقى كده خدوا كوباية مية وكوباية لبن ومعلقتين خميرة كبيرة ورشة ملح. وقلنا الزيت نص كوباية ومعلقتين سمنة. هنقلب كل المقدار ده على بعضه يا جماعة لحد العجينة ما تتلم وتدينا عجينة ناعمة زي ما بعملها لكم كل مرة. ودي معلقة خل كبيرة، علشان اتفقنا ان المعجنات بتبقى فاتحة، لونها فاتح بالمعلقة الخل. ودي كوباية مية هحط منها بقى شوية بشوية لحد ما اشوف العجينة هتتلم معايا. احنا اتفقنا ان كل دقيق بياخد على قد المية مثلا، يعني مش كل دقيق زي بعضه. في دقيق بياخد كمية مية اكتر، في دقيق بياخد كمية مية اقل. انا عندي هنا اتلمت بكوباية مية وكوباية لبن وبق مية بس كده، او معلقتين مية زيادة، وكده اتلمت اهي يا جماعة وبقت ناعمة جدا اهي. هلمها وبعد كده هغطيها بكيس بلاستيك وهسيبها لمدة نص ساعة تختمر، وبعد كده هرجع لكم تاني بعد نص ساعة اهو يا جماعة. ولازم نغطيها بكيس بلاستيك، وده بعد التخمير يا جماعة بنص ساعة. شايفين هشة وعالية ازاي؟ طبعا هننزل الخمر زي ما بنعمل كل مرة. انا النهاردة هحشيها حشوتين، شايفين زي الملبن ازاي؟ عندنا حشوتين، حشوة ملبن وحشوة العجوة. عندي ده ملبن وده عجوة، عملتهم بحتة سمنة علشان تفضل طرية في المخبوزات بتاعتي. وبعد كده هفرد هنا حتة عجينة زي القرصة كده، وهحط فيها برضو العجوة. هفردها كده يا جماعة علشان تبقى المخبوزات بتاعتي مليانة كلها بالعجوة. ما نجيش مثلا ناكل نلاقي حتة فيها عجوة وحتة لا. بنعملها بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، وبعد كده بنجيب المقص بنقصه كده زي الوردة. الاشكال بقى اللي انتوا حابينها، احنا هنعمل النهاردة 3 اشكال، واللي يعجبكم منها اعملوها وبألف هنا وشفا يا حبايب قلبي. هعملها زي الوردة اللي انتوا شايفينها كده. وبعد كده هجيب صاج مدهون دهنة خفيفة كده زيت، وبعد كده هبدأ احط الوردة وهوريها لكم ازاي بنقلبها. زي ما قلت لكم في اول الفيديو هنعمل وردة عادية ووردة مقلوبة. ديت الوردة المقلوبة، شايفين بقى بنقلبها ازاي؟ اهو في اتجاه واحد يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده، بنقلبها في اتجاه واحد فبتيجي معانا شكل الوردة المقلوبة اهي، وما بنحركهاش من مكانها. لازما الخطوة دي يا جماعة نعملها وهي في الصاج، علشان بعد التشكيل ما بتنفعش تتنقل من مكانها تاني. هنعمل معاكم بقى شكل تاني، وهو شكل الوردة اللي هي العادية من غير مقلبها. برضو هجيب حتة عجينة وهبططها كده على هيئة مدورة، وهجيب برضو العجوة هبططها زي ما انتوا شايفين كده وموضح في الصورة. وبعد كده هلم عليها العجينة كده من كل حتة علشان العجوة ما تبقاش باينة معايا وبعد كده تتحرق من الصاج. شايفين يا جماعة اهي قفلتها كلها، وبعد كده هقلبها على وشها. وبعد كده نبدأ برضو هجيب المقص او السكينة اللي انتي حباه تعملي بيه، بس انا شايفة ان المقص اسهل بكتير من السكينة، هنعرف نتحكم فيها عن السكينة. اهي هفضل هعمل هنا كده اهو زي ما انتوا شايفين، بحيث ان هو يديني في الاخر شكل الوردة الجميل اللي انتوا شايفينه ده.
هعمل معاكم بقى شكل تالت، وبعد كده هقول لكم على الخطوات اللي بعد كده هنعمل بيها ايه. برضو هجيب حتة عجينة كده، بس دي بقى هفردها زي المستطيل، وهجيب برضو حتة عجوة وهلفها كده رول، وهحطه في اول الطرف كده، وهلفه زي الرول زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هلحمها زي ما انتوا شايفين، هضغط عليها عشان ما تفكش وتفتح معايا تاني. وبعد كده الطرفين احطهم على بعض، ولازما الحمهم جامد يا جماعة زي ما انتوا شايفين موضح في الصورة كده. لازما اعملها كده علشان بعد ما تختمر ما تتفتحش مني تاني، وتبقى زي اللي هي حتة واحدة يعني زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هحطها على ايدي علشان اعرف اتحكم فيها. وبعد كده برضو هجيب المقص واقصها على هيئة اللي هي الترسة اللي بنجيبها من الفرن اهي يا جماعة. شكل روعة وجميل، ودي التلات اشكال اللي انا عملتهم النهاردة. هكمل انا بقى براحتي، وبعد كده هرجع لكم لما اخلص السجان كلها واوريكم المقدار بتاع قطع معايا قد ايه. شايفين كده بسم الله ما شاء الله، انا كده خلصت كل الصجان، عمل معايا صاجين واربع وحدات كمان بسم الله ما شاء الله. وانا قلت لكم يا جماعة ان الصجان اللي عندي كبيرة جدا جدا، سبتها لحد ما اختمرت، وبعد كده غطيتها بكيس يعني وخليتها لحد ما اختمرت كده. بعد الخمر يا جماعة هنا عندي انا هدهنها مية بسكر، علشان انا قلت لكم ان انا عاملاها اقتصادية جدا النهاردة وغير مكلفة. وبعد كده بدهنها وعلى وشها سمسم ابيض كده زي ما انتوا شايفين. طبعا الدهان اللي حابب يحط مثلا لبن ماشي، صفار بيض بشوية فانيليا ماشي، عسل اسود بشوية مية، كل ده متاح يا جماعة. بس انا قلت اعملها بحاجة اقتصادية كلها موجودة في البيت وغير مكلفة، علشان احنا اتفقنا ان الفيديو النهاردة اقتصادي من العيار التقيل. اهو هعملها كل الكمية يا جماعة بالشكل ده والمنظر اللي انتوا شايفينه، وبعد كده هدخلها الفرن على طول. وان شاء الله هرجع بعد التسوية. بيتحط في فرن 180 درجة زي ما انتوا شايفين كده. خلاص استوت اهي بسم الله ما شاء الله. شايفين اللون؟ شايفين اللون يا جماعة؟ الوش والظهر زي ما هو، شايفينها اسفنجية ازاي وطرية ازاي. وهوريكم دلوقتي من جوه شكلها عامل ازاي. ودي الوردة العادية يا جماعة، وهوريكم دلوقتي دي الوردة اللي هي قلبناها، اللي انا مسمياها الوردة المقلوبة. والاولانية ديت اللي هي الترسة اهي، الترسة ووردة المقلوبة والوردة العادية. اللي يعجبكم منهم اعملوه بألف هنا وشفا، وان شاء الله هيعجبكم ويعجب كل اولادكم. شايفين يا جماعة؟ شايفين من جوه عاملة ازاي؟ قطنية وجميلة وغير مكلفة زي ما اتفقنا، اقتصادية. اصحاب المشاريع ان شاء الله تعملوها بحب وهنا. ودي كل الكمية يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده. وهوريكم اللي هي بالملبن زي ما وريكم اللي هي بالعجوة، والعجوة طرية جدا ومش ناشفة. هنا دي اللي بالملبن اهي. شايفين يا جماعة الملبن طري ازاي؟ علشان انا حطيت فيه حتة سمنة في الاول، بيفضل طري كده لحد اخر قطمة. اهو يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله. من كيلو دي بس عملنا كل الكمية دي. عايزة لايك وشير ودعوة حلوة، وان شاء الله يعجبكم ويعجب اولادكم. والسلام عليكم.